سميه بقى بكاكيني، تسميه عيش فلاحي، تسميه زي ما تسميه. انا عايزه اقولك طعمه خطير ويجنن. بوله بقى وهتجيبي فيهم معلقتين كبار من الخميره، عليهم 3 معالق من السكر وكوبايه ميه دافيه، وهنقلبهم كويس جدا وغطيهم بالستريتش راب عشان نختبر الخميره شغاله ولا لا. وهنا كان عندي بقى زبادي، لبن رايب. هاتي بقى كده كيلو دقيق وعليهم رشه من الملح ومعلقه من البيكنج باودر، وانزلي بقى بعد كده الخميره اللي احنا اختمرت، وبعد كده عجيني بقى باللبن الرايب أو الزبادي. ولو احتاجت منك شوية مية أو لبن زودي، ومكعب بقى من الزبدة واعجنيها. أنا عايزة العجينة طرية وناعمة جدا خالص. هنا لسه بتلزق شوية. عجنتها شوية وبعد كده حطيت شوية زيت وحطيتهم في البولة وسبتها بقى ترتاح لمدة نص ساعة. غطيها بقى بالاسترتش راب كده وسيبيها في مكان دافي. بعد كده بقى رحت مقطعاها بقى كور صغيرة الحجم اللي انت عايزاه، ورصيها بقى على شوية دقيق في صينية بالشكل ده. وهسيبها كل ترتاح برضو 10 دقايق وغطيها عشان ما تعملش قشرة وتنشف. هجيب بقى كرة كرة كده وابدأ افردها بالنشابة. انا عايزاها تكون رفيعة بالشكل ده، يعني لا رفيعة ولا سميكة عشان لسه هتخمر وترتاح معايا. حطيها بقى على فوطة وسيبيها ترتاح لمدة ساعة. عندنا طاسة سخنة على نار هادية جدا. اول ما تاخد لون هقلبها الناحية التانية، وببدأ أعمل كده كله بالشكل ده. كل لما تسيبي العجينة ترتاح معاكي، كل لما تورق معاكي ويبقى مفتوح بالشكل ده. طعمه خطير ويجنن، وريحته كده تدفي البيت. جربوها، ولو عجبك الفيديو لايك وشير.